السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير 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 جدا 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 والله العظيم، ومش عارفة اقول لكم ايه. بس قبل اي شيء وقبل اي كلام نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. آه، الفيديو ده بقاله فترة كبيرة جدا جدا، بس انا قلت احط الصور بتاعته كده واتكلم عليها علشان يبقى حاجة حلوة كده، انتوا تتسلوا وتشوفوا الفيديو اللي موجود في الفيديو. هو شرح نفسه بنفسه. ده اسبوع حفيدتي، ربنا يبارك في عمرها ويخليها مسك ويخليها لمامتها وباباها يا رب. فقلت ايه اتكلم على الفيديو، انتوا تتفرجوا وتشوفوا احنا عاملين ايه في الفيديو، وانا اقول لكم على الغياب. آه، ظروف أقوى من أي حاجة أنتوا تتخيلوها، أقسم بالله. ظروف مرضية وظروف نفسية وظروف بجد مش حلوة خالص. مفيش وقت، مفيش ان انت تشتغلي، مفيش بال، مفيش راحة بال عشان انت تشتغلي او تعملي فيديوهات. انا موقفة اوردرات، موقفة شغل، موقفة حاجات كتير جدا جدا جدا. والله ما كنت بشتغل خالص خالص. ان شاء الله بإذن الله هعمل لكم بس ونقعد نتكلم مع بعضينا في حاجات كتير. السوشيال ميديا دي حاجة بتبين شكل الإنسان وإذا كان عنده طاقة إيجابية طاقة سلبية. فالناس مش ذنبها حاجة ان انا اطلع اقول انا عندي وعندي وعندي وفيا وفيا وفيا. محدش ليه دعوة بالكلام ده. كل اللي انتي عايزة تشوفيه مني وصفة حلوة، مقادير مظبوطة، واحدة بتبتسم في وشك وبتخليكي بتدوري عليها في وسط الفيديوهات عشان تخشي لها من كلامها السلس معاكي. لكن ما بتدورش عليكي علشان تشيليها الهم وتكتئب معاكي وتقولي لها عند ظروفك واللي انت فيه. فممكن تشتغلي. لو انت موظفة هتروحي شغلك هتخلصي شغلك، الورق اللي بتعمليه، الحاجة اللي بتعمليها، مدرسة هتخلصي حصصك، ممرضة هتشوفي عيانينك. مش شرط يكون في بهجة او انبساط، هتخلصي اللي عندك. السوشيال ميديا مش كده. السوشيال ميديا عايزة تلبسي كويس، تحطي طرحة كويسة، تحطي فلتر كويس، تضحكي تتكلمي، الناس هتشوفك. وممكن تشوفك بوضع تاني ان انتي عندك مشاكل وعندك فضايح وعندك طلاق وعندك محاكم وعندك وبرضه تقعد تتفرج عليك. انا بالنسبه من يوم ما دخلت المجال ده، من ساعه ما بداتها خياطه وبعد كده بداتها بالاكل، وانا ما بتكلمش على حاجه تخصني ولا تخص بيتي ولا تخص ولادي عشان دي حاجات شخصيه. انا ممكن اتكلم على تعبي وعلى مرضي. انا ليه ساعات بطلب المساعده؟ لان الدنيا مش بتبقى كويسه معايا وبتبقى متقفله، ان حد يقدر يتوسط لي، حد يشوف لي حد في الازهر مقدمه ورق ان هو يقدر يعني يشوف لي واسطة او كده. الحقن الغالية بتاعتي حد يسأل لي عليها، هي مش موجودة في مصر. اتكلم عن اللي يخصني، لكن اتكلم عن حاجة تخص بيتي والظروف العائلية والشخصية اللي عندي ما بعملش كده. والحمد لله ربنا يعديها على خير ويعيني ويقويني واقدر ادخل شغل تاني واقدر اكمل تاني واقدر ان انا اشوف حياتي. فان شاء الله باذن الله دعوتكم ليا اتكلم مع الناس اللي كانوا حاجزين اوردرات معايا وانا لغيتها، اتكلم معاهم وهم ان شاء الله يقدروا ظروفي ويقدروا اللي انا فيه، ونرجع نشتغل تاني واعمل لكم وصفات جديدة وحاجات جديدة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم اقسم بالله العظيم انا كنت رايحة اعمل حلاوة المولد، وكنت
مجهزة نفسي للوصفات، وكنت جايبة كل حاجة من التعب ومن عدم الاستقرار في الحالة النفسية والجسدية والمرضية. أنا وقفت كل حاجة، ما عملتش. فالحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كله كويس إن شاء الله. بإذن الله ربنا يقدرني كده وأقدر النهاردة بإذن الله آه، أعمل بس وأتكلم معاكم شوية. أتمنى من حبايبي اللي كانوا بيشاهدوني وبيشوفوني وكانوا موجودين معايا، حبايبي مش كتير بس موجودين وبيسألوا عليا، وكتر خير كل واحد انا دخل التعليقات وكان بيقول يا جماعة، هو انتوا محدش شاف حبيبة او يسمع عنها او فين اخبارها؟ فانا بقول لكم شكرا وكتر خيركم على راسي من فوق، متشكرة لكم جدا جدا جدا. كان بيصعب عليا كل ما بفتح التعليقات والاقي الناس بتسأل عليا وانا مش عارفة ارد اقول ايه. مش كل مرة هطلع اقول انا عيانة، انا عندي ظروف، انا فيا. محدش ليه دعوة بالكلام ده كله، ومحدش بيسمع، يعني محدش بيحب يعني الطاقات السلبية. الناس كلها عايزة، لان البيوت مليانة. فانا لما احط عليكي وعلى اللي عندك انتي مش هتشوفيني ولا هتحسي بيا. المهم، مش عايزة أتقل عليكم. إن شاء الله نتكلم في البث وهنقول كل حاجة كل حاجة كل حاجة. طبعا الفيديو شارح نفسه. أنا كنت عاملة السبع بتاع مسك، وكنا عاملين رز بلبن كنت مخرجاه للجامع، وكنا جايبين البلالين البنات هم اللي عاملينهم هنا في البيت، ما جبناش حد عملهم. كان الديكور حلو قوي لو انتوا كنتوا شفتوه في الريلز اللي انا كنت عاملاه. وكل واحد بيعمل على قده وعلى قد مقدرته، يعني مش لازم انتي توسعي. انتي لو عملتي 50 علبة رز بلبن، والله احنا وديناهم ل3 جوامع، وكان نعمة من عند ربنا، والحمد لله والحمد لله. اللي من ندر ووفي. انا بنتي كانت تعبانة وكنت نادرة لها ان انا اعمل لها حاجة ان شاء الله لما تقوم بالسلامة. فقلت اعملهم واخرجهم لوجه الله. احنا ما كناش منهم حاجة، انا خرجتهم للجامع. وهنا بقى كنت بحضر المغات. طبعا عشان توفري على نفسك كوبايات وغسيل، وكان زحمة وناس وكده وضيوف. الكوبايات ديت 25 كوباية ب20 جنيه. تمام. كنت جايباهم عشان اصب فيهم المغات للضيوف. هنا بقى كنت عاملة بانيه، وكنت عاملة رز بسمتي زي ما انتوا شايفين كده، وكمان كنا عاملين كفتة. فأنا كنت بحط في الطبق اللي هو الأبيض الفويل ده. بحط الرز وبحط 7 كفتة، وبحط واحدة بانيه ده لينا لضيوفنا، يعني خالاتي اللي هم خالات بنتي و... ونسواني اخواتي، يعني اللي موجودين في البيت. غدانا بس يعني، والناس اللي كانت جايانا ضيوف مش كتير يعني. اهو شايفين الديكور. كنت انا وضحى وولاء وسلمى وعيال اخويا كنا عاملين، كنا قاعدين كده جبنا الحاجة واحنا اللي عملناها. على قد ما تقدري بتحبي